ما تيجي اوريكم يومي في الامتحانات ماشي ازاي. اول حاجه صليت الفجر، والزعتر ده بجد جامد قوي، يعني بيضيع الكحه خالص، لا ينسون بقى ولا بتاع. وكملت مذاكره للماده اللي عليها الدور، وبالمناسبه القسم ده بيجيب اسئله معفنه جدا. بعدين قمت لبست والقهوه كانت على النار، فللاسف ده اللي حصل. بس يلا I can deal with my shit. وكلت الحاجات دي كمان مع القهوه. مش عارف، حاسه فطار ابن ناس كده، مع انه يعني موز وبطاطا يعني. ونزلت بعدها رحت الجيم، ولعبت تمرين الظهر، وفعلا الكارب اللي كلته قبل التمرين جاب نتيجة كويسة جدا، وساعدني اشيل اوزان يعني كويسة الى حد ما بالنسبة لي. وخلصت التمرين وكلت، وما كانش معايا علبة، والمعلقة دي انا واكل بيها تونة، عاش لازم نتصرف برضه. وغيرت بقى بعدها بسرعة جدا عشان اتأخرت اصلا على ميعاد الامتحان. ده الامتحان الوحيد اللي كنت عايز اجيب فيه ساعة والحمد لله نسيتها. وجبت البان عشان ريحة التونة، يعني مش لازم نقرف الناس يا جماعة، احنا بنتعامل مع بني ادمين. وقابلت ناس من عيلتنا بتاعة الفيسبوك. المواعيد دي يا جدعان يعني كل مرة نتأخر كده، كل مرة تأخير، كل مرة. ورجعت في الطريق عما وصلت، نص المنهج مش ثابت في دماغي اصلا. يا اسطى فعلا يا رب ما يجيش يا اسطى، صعب يا اسطى. ووصلت على ميعاد الامتحان بالظبط. الامتحان مش عارف احدد هو سهل ولا صعب، يعني لو انا مش عارف صيغة الأسئلة أصلا رخمة جدا. هو ده يعتبر أصعب قسم في الكلية أصلا يعني وعلى الله خير خير. وطبعا بعد كل امتحان لازم ب20 او ب50 جنيه ورق للماده اللي بعدها، يعني ده شيء طبيعي. وانا عارف ان انت شوية في الهروب. وجبت بروتين بار وبيبسي دايت عشان كنت جعان قوي. وخلصت شويه حاجات كانت عايزه تتعمل على اللاب عما وصلت. يا رب اليوتيوب بقى يدينا فلوس وابقى غني. بس للاسف سرحت في الطريق ونزلت متاخر، المفروض ان انا كنت انزل هنا. وبعد ما كنت قربت من البيت خالد كلمني عشان نتفرج على فيلم، فيلا بينا. المره دي بقى ركبت المواصلات غلط، يعني كان المفروض ان انا انزل هنا كده. وجبت لب وسوداني بقى لزوم قعده الفيلم. وصليت العصر اول ما وصلت. بعدين قلنا هنشوف الفيلم ده، بس للاسف مفيش أصلا سب تايتلز عربي. مفيش عربي، ما مش عاملين عربي باين. فشوفنا الفيلم على اي جي بيست، بس ما كانش لسه نزل. فشوفنا الفيلم ده، بس يعني كان مش اجمد حاجه يعني الباتشينو. وروحت البيت بقى اخيرا، وكلت عشان بقى كنت جعان جدا. والميه بملح دي الاستنشاق بيها يعني بيفتح المناخير قوي. وقرات الورد بتاعي بتاع القران قبل ما انام. ادخل انام بقى عشان المفروض اصحى عشان اذاكر المادة اللي بعدها الامتحان بعد بكرة ان شاء الله. كنت عايز بقول حاجة، هو الامتحان جه صعب بس انا الحمد لله يعني عملت اللي عليا فتمام، يعني الموضوع خارج عن ارادتي يعني. ان انا مش عارف الاجابات صح ولا غلط وكده. بس ده احسن بكتير قوي من ان اكون مش مذاكر واقعد اجلد في نفسي. وبس كده، لو الفلوج بقى عجبكم متنسوش تعملوا لايك للبيج، وهتلاقوا الانستجرام بتاعي موجود تحت لو حابين تابعوني هناك. اشوفكم تاني قريب، يلا سلام.